يا صباح العسل وصباح السكر على عيونكم الحلوين يا حبايب قلب، على احلى متابعين في الدنيا. ربنا يخليكم ليا يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، والله العظيم وحشتوني من اخر فيديو كلمتكم فيه. وحشتوني والله. بصوا يا حبايب قلبي، صباحكم زي الفل، صباحكم زي اللبن الحليب. طبعا بداية كده نصلي على النبي. النهارده ليلة الاسراء والمعراج، كل سنة وانتم طيبين. ادعوا كتير يا حلوين، ادعوا كتير كتير خالص. ربنا يا رب يكرمكم ويتقبل منكم يا رب صالح الاعمال، وربنا يجبر بخاطرنا جميعا يا رب. انا عايزاكم تدعوا كل واحد في نفسه اي حاجه يقولها لربنا ويصلي وسواها لله. والله العظيم اللي بيعمل حلو ما بيروحش على الارض، واللي بيعمل وحش برضه ربنا بيبقى عارف هو بيعمل ايه. بدايه كده نصلي على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الخير وصباح البركات وصباح الطبيعه اللي ربنا عاملها لنا. مفيش احسن من كده على نعم، من نعم ربنا علينا يا بنات. الحمد لله على كل حال. المهم يا بنات، انا كنت مره صورت معاكم الارض ديت. هي دي حته ارض ورا البيت كده، دي عاملينها بطاطس. فانا كنت صورتها معاكم وهي لسه خضرة. وكانت لما انا نزلت وجبت خضار وخس ومش عارفه ايه، كانت لسه بقى ما تقلعتش البطاطس. دلوقتي انا بحاول، انا نزلت قلت اما اجيب عود خضار علشان اعمل سلطه، علشان نعمل الغدا. وقلت اما اجيب بطاطس بقى علشان اجهز للغدا. هتطبخي ايه يا لمسه؟ انت بتفحري في التراب ليه يا لمسه؟ هتعملي ايه؟ تعالوا ما نشوف لمسه هتعمل ايه. هتعمل افتكاسه؟ لا 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 لا، الفاس حته واحده. مين عارف بقى الفاس دي؟ شفتوا الشجاعة بنات؟ شفتوا الشجاعة بتاعتي؟ قلبي جمد قوي. الفاس حتة واحدة. مسكت الفاس، قلت ما انا عايزة اطلع البطاطس من الارض، مش عارفة اجي اطلعها وصوابعي وجعتني، اعمل ايه؟ جبت الفاس ونزلت بقى وحياتك يا بطاطس. اللهم لك الحمد والشكر على نعم ربنا الجميلة والبسيط. اللهم لك الحمد والشكر. بصوا يا بنات، انا والله العظيم زي ما بقول لكم كده، احنا اصلا في ميعاد المفروض ان ايه، نقلع البطاطس. بصراحة انا عورت البطاطس كلها بالفاس دي، لان انا مانيش عارفة طبعا اعملها كويس، او مش عارفة الحتة بالظبط اللي فيها البطاطس. المهم انا جبت بطاطس وطلعت البطاطس من الارض. ما شاء الله، اللهم صل على النبي، اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى عليه افضل الصلاه والسلام. شايفين جمال البطاطس يا بنات؟ دي كانت حته احنا زارعينها، وقلت بقى اما اعمل ايه، اطلع منها البطاطس كده. وطلعت وقلت بقى عشان اعمل النهارده الطبيخ بتاعي الجميل. هعمل بطاطس النهارده ان شاء الله، طاجن بطاطس باللحمه. المهم يا بنات، انا قلت اما تشجع كده وانزل الارض واجيب بطاطس واعمل امسك الفاس بقى بتاعتي. او بتاعتنا. المهم نزلت بقى ايه ما شاء الله، ولا اجدعها فلاح بقى. المهم يا بنات، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. عملت بقى البطاطس هنا. قلعتها طبعا، هي المفروض ان انا اسمها قلعتها، المفروض ان انا اسمها قلعتها. المهم ايه، بقيت اعمل، لان طبعا الترابه دي اللي هي الارض كانت جامده شويه، فهي كانت محتاجه ان انا اشتغل بالفاس يعني. المهم يا بنات ايه، طلعت، بس بصراحه البطاطس اتعورت مني كتير. والمهم اللي هي طلعت الحمد لله. قدرت اطلع طبخه ليا حلوه من الارض. اللهم لك الحمد والشكر. ربنا يديمها نعمه علينا يا رب. ربنا يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال يا رب العالمين. اللهم لك الحمد والشكر على نعم ربنا. و... وربنا يا رب يحفظها من الزوال يا رب، ويجعلنا حامدين وشاكرين. واللهم لك الحمد ودايما يا رب. احنا بنشكرك على نعمك الكتيرة ونعمك الجميلة. احنا بنشكرك والله العظيم. المهم يا بنات، خلصت طبعا البطاطس وعبيتها. وقلت اما اجيب بقى عود خضرة علشان اعمل النهاردة عشان اعمل السلطة. فطبعا انا هنا عبيت بطاطس. انا قلت بس اجيب دول على ما ايه نبقى نكمل التعبية، بس التقليع بتاع البطاطس قلت اما اجيب دول يمشيهم. المهم اللهم صل على النبي. طلعت ايه، حطيت حلة على النار وحطيت فيها معلقه سمنه وحته دهنه، وقلت اما اعمل بقى ايه النهارده حتتين لحمه كده نرم بهم عضمنا. هنعمل تغيير. تغيير بقى على الاكل. هعمل ايه بس؟ المهم عملت الدهنة ساحت طبعا شوية. أنا بحب أشوح اللحمة يا بنات. في ناس بتسلقها، أنا مش بحب بصراحة السلق ده. أنا بحب أشوحها كده على طول. حطيت حتة الدهنة
المهم إيه وطبعًا حطيت معاها مادة دهنية تانية علشان بس تساعد حتّة الدهنة ما تتحرقش. المهم وقُمت إيه نزلت باللحمة طبعًا، هي اللحمة كانت متلجة شوية طبعًا لإن أنا كنت هاتأخر على تجهيز الغدا، فاضطريت إن أنا أحطها. هي ما كانتش متلجة أوي، أنا كنت مطلعاها قبلها بدري، هي كانت عندي في الفريزر بصراحة. المهم قُلت إيه أعملها، كانت فيها سِنّة جمودية شوية كده بس من التتليج بتاع الفريزر. وبعد كده نزلت بها في الحلة بتاعتي، ونزلت بالفلفل الأسمر وورق اللورا، ما باحطش أكتر من كده. بجد اللحمة يعني فلفل أسمر وورق لورا وحبهان لو موجود، غير كده ما تحطيش أي بهارات، هتغير في طعم اللحمة، بتخليها طعمها مش حلو، الشوربة بتاعتها بتبقى مسودة. أي حاجة تانية بصراحة ما تحطيش تاني على اللحمة. أنا معاكي ممكن تحط على الفراخ اللي أنت عايزاه، ممكن تحطي مثلا شوية كركم، ممكن تحطي شوية كاري، شوية بهارات لحمة. إنما دي عفوا بهارات فراخ على الفراخ. إنما اللحمة بالذات يا بنات اللي ما تحطّيش عليها أي حاجة. المهم حطّيت هنا وحطّيت البصلاية، وطبعًا أنا باحب أبشُر الطماطماية أوي، باحب أبشُر طماطم، فحطّيتها وبعد كده أمّا اتشوّحت شوية زوّدت إيه، مَيّة زي ما أنتم شايفين كده علشان تغلي. وبعد كده قُلت بقى إيه أسيبها بقى إيه، تستقليص بقى مع بعضها كده. المهم هنا بقى جِبت البطاطس بتاعتي، شُفتوا البطاطس بتاعتي الجميلة؟ فلاحة فلاحة يعني. جبت البطاطس وإيه وقُلت أمّا أقشّرها بقى كده، أعمل بقى طاجن بتاع بطاطس النهارده باللحمة كده، إيه بقى عجب. وصراحة جرّبوه يا بنات مش هتبطّلوا تعملوه، تحفة، تحفة، تحفة. المهم أنا جبت هنا قشّرت البطاطس، أنا طبعًا علشان ما هاعمل فطاجن ما كتّرتش بطاطس عشان أنا ما باحبش الأكل يفيض عندي ويترمي. اللهم لك الحمد زي ما قُلنا برضه يا بنات، أنا الحمد لله أنا علشان عاملة حسابي في اللي أنا ممكن أعمله أو أطلّعه مثلًا إطعام. برضه أنا برضه مهمًا كان ممكن يفيض منّي، زي ما قُلنا يا بنات أنتِ بتعملي، اعملي حساب حد تكوني عارفاه، حد يكون تحت بيتِك، واحدة بتبيع في الشارع مثلًا أي حاجة، البواب، اللي لا مؤاخذة بيلِم الزبالة، أي حد تشوفيه ممكن تعملي له إطعام يومي. ما أنتيش قادرة تعملي مش هتقدري تعملي إطعام يومي، يبقى مرّة في الأسبوع، مرّتين في الأسبوع، وصدقيني مرّة في الأسبوع هتجيب مرّتين وهتجيب 3 وهتجيب 10، وبدل ما تعملي ل1 هتعملي ل4 وال25. إحنا قُلنا الكلام ده وخلّاها بنية الفرج وبنية قضاء الحاجة وبنية زيادة في الرزق وبنية إن ربنا يبارك لِك في أولادِك، أي حاجة زي ما تقولي وصدقيني والله ربنا هيبارك لِك في أولادِك وزي ما أنتِ عايزة. المهم يا بنات هنا طبعًا مع بنات بقى اللي تدخل تقول أنتِ عاملة بإيدِك، مش عاملة بإيدِك، أنا باحب أعمل بإيدي خاصةً الحاجات اللي زي كده بصراحة. فأنا قطّعت البطاطس زي ما أنتم شايفين. الطبق اللي أنا حطيته دوّة كان فيه شوية زيت ومعلقتين صلصة وشوية فلفل أسود وشوية ملح. وطبعًا أنا عملتهم تبّلت بيهم البطاطس زي ما أنتم شايفين. وطبعًا البطاطس كانت اللحمة كانت هنا غليت غلوتين كده، كانت برضه غليت وكانت واقفة نُص سِوَى كده. فطبعًا أنا شِلت من اللحمة من الشوربة وحطيت على الطاجن بتاعي على البطاطس علشان يستوي بقى، اللي هي البطاطس تستوي واللحمة هي نُص سِوَى، على أمّا اللحمة تستوي هتكون البطاطس استوت، يبقوا الاتنين ما شاء الله شربوا من بعض واستووا وبقوا زي العسل. هنا حطيت طماطماية مقطّعاها حلقات كده زي ما أنتم شايفين، قرن فلفل أخضر برضه قطّعته حلقات زي ما أنتم شايفين برضه بالضبط، وكنت حطيت فصّين توم، ده اختياري زي ما أنتِ عايزة، ما أنتيش حابة مش مشكلة. وقطّعت طبعًا بصلاية وحطيتها برضه على الطاجن بتاعي. المهم يا بنات وأنا كان عندي صلصة في الفريزر فطلّعتها فكّت شوية على البوتاجاز. والمهم إيه، هانزل بها على الطاجن بتاعي. الله أكبر، الله أكبر على جماله وعلى حلاوته وعلى شكله وعلى طعمه بقى ما أقولكيش عليه بصراحة يعني. المهم يا بنات هنا خلّصت الطاجن بتاعي، هازوّده طبعًا كوباية مَيّة يا بنات، وطبعًا هاشوف الملح بتاعه، أحط له شوية ملح صغيّرين، طبعًا أنا حاطة ملح فين؟ في البطاطس. المهم وهازوّد له شوية ملح وشوية فلفل أسمر. ده شكل اللحمة طبعًا، أنا كنت أخدت منها اللحمة طبعًا ودي هي بتغلي، سِبت الباقي بقى يستوي في الشوربة، إحنا خدنا بقى نُصّها علشان يستوي مع البطاطس في الطاجن في الفرن، والنُص التاني هاحطه في الشوربة زي ما هو كده يستوي. وكان في عضم بقى، أنا عندي الولاد بيتشاكلوا على العضم ده بصراحة يعني. المهم شايفين شكل الشوربة يا جماعة؟ والله العظيم تحفة.
تحفة وطعمها زي السكر والله، ما شاء الله. المهم إيه يا بنات، هاسيبها بقى كده تستوي مع بعضها، وطبعًا الطاجن هندخّله برضه الفرن مع بعض، وأنا كنت معلقة على اللبن علشان يغلي، لإن أنا بصراحة كنت ناوية أعمل رز معمّر، فأنا كنت فقُلت أمّا أغيّر بقى، أنا مش عارفة، مش حابة فكرة رز معمّر مع صينية بطاطس بلحمة دي بصراحة، هي ممكن تكون في ناس بتعملها، بس بصراحة الأقاويل قالوا إحنا مش عايزين رز إحنا عايزين رز بشعرية. المهم يعني قُلت هاعمل رز بشعرية، المهم طبعًا الحمد لله اللبن فار منّي إن أنا أسكت، لأ طبعًا ما سكتش، مستمرة في عمايل القهوة عادي، اللبن يفور بس أهم حاجة الإيه، القهوة ما تفورش. اللبن فار وده ولّي البوتاجاز وأنا كنت غاسلاه طبعًا، المهم طفيت عليه وصبّيت القهوة أهم حاجة طبعًا، القهوة دي حاجة يعني المقدسة بتاعتي، كان هي أنا بصراحة كان يعني آن الأوان إن أنا أشرب بقى إيه كوباية القهوة بتاعتي النهارده، لإن أنا فعلًا اتأخرت عليها. المهم صبّيت القهوة وقُلت أمّا أروح بقى أغسل البوتاجاز تاني علشان أكمّل عليه بقية تعليق الأكل، إن أنا أعلّق عليه الأكل يعني. المهم غسلته، أعمل إيه، بس والله اللبن واقفة جنب منّه وقدّامي كده ويا دوبك لفَتّ وشّي الناحية التانية كده في ثانية أوف على طول. المهم إن أنا استمريت بقى في عمايل القهوة، أنا أهم حاجة عندي القهوة طبعًا، بوتاجاز إيه وبتاع إيه. المهم يا حبايبي صلّوا على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل وصحبه وسلِّم تسليمًا. والله العظيم أنتم زي السكر وحبايب قلبي من جوّه والله، باحبكم موت، 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 وباتكلّم معاكم باحس إن أنتم اخواتي وإن أنا قاعدة أحكي معاكم عن اليوم بتاعي النهارده أنا عملت إيه وهاعمل إيه، أنا باحبكم أوي، أوي، أوي بصراحة يعني. ربنا يخلّيكم ليّا يا حبايبي يا رب وما يحرمنيش منكم أبدًا. المهم أنا كنت مسحت البوتاجاز خلّصت وولّعت بقى البتاع ونقلت أنا عملت هنا يا بنات فراخ علشان اللي ما بيحبش اللحمة أنا طول الوقت في حيرة والله العظيم، أنا طول الوقت في حيرة. المهم اللي ما بيحبش اللحمة عملت له فراخ، عشان مش عايزة أي كلام كتير. الفراخ طبعًا حطيت معلقة سمنة، المهم وحطيتها برضه تتشوح، باحب أشوّحها، وحطيت طماطماية وورق لورا وبصلاية، وقُلت بقى إيه، بعد ما اتشوّحت كده، قُلت أمّا أنزل بالمَيّة السخنة بتاعتي، نزلت بالمَيّة السخنة برضه وقلّبتها تقليبة كده وسِبتها برضه إيه، هدّيت عليها علشان تستوي براحتها خالص، لإن هي كانت يعني متلّجة شوية، لإن هي أنا كنت عاملة حسابي إن أنا هاعمل النهارده لحمة بس بصراحة، بس جالي ضيوف زيادة، فقُلت أمّا أزوّد في الأكل، فطلّعت فراخ كنت مستعجلة جدًا، فاضطريت إن أنا أعلّق على الفراخ وهي متلّجة شوية. هو طبعًا ما ينفعش إنِّك تعملي العملة دي، بس للأسف أنا كانت غصبٍ عني الصراحة يعني. المهم يا حبايب قلبي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. المهم قُلت أمّا أعمل بقى شوية رُز بشعرية، ما رضيتش طبعًا أعمل لبن فار على البوتاجاز وخلاص وما عملتش رُز معمّر. أُمّال لو كنت عملت رُز معمّر بقى كان إيه اللي حصل؟ المهم الحمد لله هاعمل بقى البتاع ده رُز بشعرية، المهم قُلت إيه، أغسل الرُز طبعًا، أنا باغسل الرُز معاكم يا بنات، أنا كل حاجة ماشية معاكم بالخطوة، خطوة بخطوة علشان يبقى ما حدّش فايته أي حاجة من المُكرّر. مُكرّر لمسة، إيه يا لموسة أنتِ عمّالة تتلخبطي في الكلام كده في إيه؟ الله المستعان، الله المستعان، حبايب قلبي ربنا يخلّيكم ليّا يا رب وما يحرمنيش منكم أبدًا، هو حد يقول عليّا لكّاكة؟ باحبكم والله، وأمّا بامسك يعني باتمنى الفيديو اللي ييجي كده علشان أقعد أتكلّم معاكم براحتي كده وأقعد أنا حاسة إن أنا باتكلّم مع إخواتي، والله بجد أنا ما ليش إخوات بنات والله وأنتم إخواتي، وأنتم إخواتي وصحابي وحبايبي، والله العظيم أنا يعني أنا باحبكم جدًا، جدًا، جدًا والله من غير ما أعرفكم ومن غير ما تعرفوني، أنا باحب أقعد أتكلّم معاكم كده وخلاص، حتى لو ما فيش حد هيسمعني، حتى لو 5، 6 هيسمعوني، المهم باحبكم برضه. المهم يا حبايب قلبي هنا الشعرية بدأت تتحمّر معايا، أنا باحب لونها دهبي كده وجميل كده، اللون الدهبي الحلو ده، ما باحبش أحرقها بصراحة، أيوه هو اللون ده، إحنا مش عايزين إلا اللون ده. المهم يا حبايب قلبي هانزل بقى بالرز بتاعنا اللي هو إيه اللي أنا بعد ما غسلته طبعًا وصفيته، هانزل بقى عليه على الشعرية طبعًا علشان هازوّده بقى مَيّة، خلّي بالِك يا بنات ممكن في ناس بيحبّوا يزوّدوه شوربة، أنا أوقات برضه بازوّده شوربة فاهمين، بس أنا النهارده هازوّده مَيّة،
فانت يعني برضو ممكن لو زودتيه شوربه هيبقى طعمه جميل برضو، مش هيبقى وحش. خلي بالك عشان برضو ما تقوليش مثلا ده مش هيبقى حلو ده كذا. لا لا والله صدقيني، انا بحب بصراحه، بس انا بحب ازوده ميه بصراحه بصراحه يعني. المهم هنا كنت ايه، خلصت ان انا نزلت الرز على الشعريه. طبعا هقلب بقى الملح انا حطيت شويه فلفل اسمر وشويه ملح بس. المهم هقلب بقى كله على بعضه، وهنزل بالميه السخنه واسيبه يستقنيس برضو مع بعضه كده وايه، وينسجم مع بعضه كده ويستوي على بصراحة شوية رز بشعرية بقى ما اقولكيش بصراحة. وبدفه كده في الشتاء كده وبيشجعوا على الأكل بصراحة، بيبقى تحفة. بيبقى تحفة مع البسلة، مع بطاطس، مع قلقاس، مع أي حاجة بصراحة بيبقى حلو معاها. وحتى أوقات بعمله مع سمك عادي برضو، يعني انت فاهمة. المهم هنا كان الشرب، وكنت يا ست اللهم صل على النبي، ايه الجمال ده، لا لا والله ايه الجمال ده، ايه الطبق المنور ده، ايه الرز اللي شكله يفرح ده. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ما شاء الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد والشكر على نعم ربنا الكثيرة. والله والله العظيم يا جماعة احنا في نعم، والله العظيم احنا في نعم ما احناش مقدرينها. اللهم لك الحمد والشكر على نعم ربنا. وربنا يا رب يخليكم لأولادكم، ويا رب يا رب يا رب اللي ربنا ما رزقهوش بخلفة ولا بذرية، يا رب يرزقه الذرية الصالحة يا رب. ربنا يعطي كل واحدة، يا رب ربنا يعطي كل واحد وواحدة الذرية الصالحة يا رب، اللهم امين. ويدي كل واحد اللي هو عايزه يا رب، وكل واحد بيتمنى حاجة ربنا يديها له يا رب. وكل واحدة عندها ولاد بتمتحن ربنا يبارك لها فيها. وكل حد تعبان ربنا يشفيه يا رب ويعافيه. واي حد عنده حد متوفي ربنا يرحمه ويرحمك يا أمي يا رب، رحمة واسعة يا رب العالمين، ربنا يرحمها يا رب برحمته. ادعوا لها بالرحمة يا بنات، وكل موتانا أجمعين يا رب العالمين. المهم هنا كنت خلصت زي ما بقول لكم كده. المهم يا حبايب قلبي، كنت بشوف هنا في الفيديو ان اللحمه اشوفها استوت ولا ما استوتش، والحمد لله لقيتها استوت وطفت عليها ونزلتها. وقلت برضه اشوف الفراخ كده معاكم. هنا كانت الفراخ ما شاء الله الشوربه بتاعتها جميله يا بنات، جميله 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 بصراحه، حلوه وتحفه وجميله، وطعمها زي السكر. المهم هنا برضه قلت هطلعها وايه، وهبدا احمر الشوربه. هنا بقى ايه طاجن البطاطس بتاعي الجميل ده، كنت حطيته شويه من تحت كده في الفرن ان هو يغلي غلوه كده، وبعد كده خدته بقى ونزلته تحت الفرن بقى اللي هيجيب معاه من الاخر. لان فرن البوتاجاز يعني ايه باله طويل شويه، فقلت لا مش هيسرعني ده. المهم نزلت بقى ولعت الفرن بتاعي، اللهم صل على النبي. وقمت حطيت بقى الايه الطاجن بتاعي اللي ما اقولكيش بصراحه. اي حاجه، انا خلاص اقتنعت ان اي حاجه بتدخل الفرن تحفة 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 تحفة، على جمالها وعلى طعمها وعلى نفسها. يعني انا هو الفرن ده بالغاز يا بنات، لو انت عايزة تحطيه في الفرن العادي بتاعك ماشي، اللي انت عايزاه اللي هو بتاع البوتاجاز ده عادي. انا ده بتاع الغاز بتاعي صغير كده، وانا بجيبه للحاجات اللي هي لل قولوا معايا اللهم صل على النبي، اعمل قرص، اعمل اي طواجن، اي حاجه، رز معمر، كيكه، انا جايباه علشان اعمل. اوقات بعمل فرقاق برضو وعيش وكل حاجه. المهم هنا كنت الطاجن بتاعي بيغلي، فانا حطيته كمان شويه في الفرن على اساس ان هو ايه ياخد اللون بتاعه الجميل اللي انا عايزاه اللي انا بحبه ده بصراحه. طلع تحفة تحفة تحفة، وريحته كانت جميلة جميلة. شايفين الشكل يا بنات، شايفين شكل البطاطس مع اللحمة مع البتاع، طعم بقى ما اقولكيش عليه. جربيها ومش هتندمي صدقيني. دي صينية بطاطس باللحمة، وفي زي صينية البطاطس اللي بالفراخ بالظبط. وهنا كنت بحمر الفراخ بتاعتي وايه، وهنزل بالاكل بتاعي لحبايب قلبي بالف هنا وشفا على قلبهم يا رب. والله العظيم الاكل بسيط وسهل وما خدش وقت، والحمد لله على نعمة ربنا. والله اللهم لك الحمد والشكر على نعم ربنا، والف حمد وشكر لك يا رب على نعمتك يا رب. وربنا يزيدها يا رب ويحفظها من الزوال، وربنا يبارك لكم في اولادكم
بصراحة العين بتاكل قبل البُق يا بنات، فأنا باحب أعمل أي افتكاسة كده على الأكل، حتى باشجّع الأولاد للأكل والله، لإن أنا أصلًا بصراحة ولادي مغلّبينّي أوي في الأكل بصراحة. المهم أنا باحب أعمل أي حاجة كده علشان إيه، باعمل تشجيع كده للولاد، وأنتِ برضه يعني ضبّطي كده حتّة، اعملي مش عارفة طبق رُز، مش عارفة اعملي إيه، يعني إيه، جدّدي كده من نَفْسِك كده ومن شكل أكلِك يعني عادي، أنا شايفة إن هي عادي ما فيش فيها أي حاجة. المهم يا حبايبي الحمد لله إحنا كنا حطينا الأكل و وكلناه واللهم لك الحمد والشكر، و وحمدنا ربنا طبعًا وشربنا شاينا اللهم لك الحمد، وقُلت بقى أمّا أقوم بقى أغسل إيه، المواعين بتاعتي وإيه، وأغسل البوتاجاز بتاعي بعد طبعًا تجهيز الأكل والكلام ده، وهنا كنت خلّصت البوتاجاز وغسلته وروّقته، باحب أسيب مطبخي نضيف جدًا وأسيبه super woman كده ومع ألف، ألف سلامة.